صباح الخير او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ان شاء الله. النهارده جايه ازرع معاكم شويه حاجات. طبعا بما ان بقى احنا داخلين على الشتاء ففي حاجات معينه بتتزرع في الشتاء. جبت النهارده كده تربه خليط بتموس على رمل، لسه هتتقلب طبعا، وعندي شويه قصص، وعندي شوية بذور كتير قوي. طبعا يعني اكيد مش هزرع كل ده، بس من ضمن يعني البذور الشتوية اخترت شوية حاجات كده، مش عارفة اذا كنت هزرعها كلها ولا هزرع منها حاجات وحاجات لا. عندي سنانير، بيتونيا، داليا بونبوني، عندنا بتتزرع من شهر 9 لشهر 3. زيزينيا برضو شهر 9 لشهر 3. وعندي بسلة الزهور. بصراحة اول سنة كنت ازرعها السنة اللي فاتت وحبيتها جدا جدا وفرحت بيها قوي وسهلة قوي، وظهورها تحفة وريحتها بصراحة ولا اجمل من كده. غلطت بس غلطة السنة اللي فاتت مع الزرعة دي، عشان كنت اول مرة ازرعها. هي بعد لما الزهرة بتطلع وبتبتدي تنشف بتطلع قرن كده زي قرن البسلة بالظبط، بس طبعا ما بيبقاش نفس حجم البسلة اللي احنا بناكلها، بتبقى اصغر شوية. القرن ده لازم يتساب لحد ما ينشف تماما 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 علشان نقدر ناخد منه البذور ونزرعها السنة الجاية في الموسم اللي بعده. بس كزراعة وكظهور وكريحة بصراحة حلوة قوي، وكعناية سهلة. يعني هي ما بتحتاجش عناية صعبة، يعني لا سهلة جدا. معايا نسيت اوريكم، اتكلمت كتير عن بذور بسلة الزهور ونسيت اوريكم شكلها ايه. انا وانا بصور او بعد ما صورت نسيت، خدت بالي ان انا ما صورتش شكل البذور ولا فتحت الزر. هوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. شبه البسلة بالظبط بس صغيرة ولونها بني غامقة، ونسبة نجاحها ممتازة يعني. هوريها لكم ان شاء الله بعد الانبات. معايا هنا بقى انا كان عندي زرع نعناع وزرع سجادة، فعندي هنا ده نوع سجادة. يعني انا عندي نوعين بذور سجاد، وده نعناع. كان عندي نعناع وسجادة اللي هي الكاليوس مزهرة، فاستنيت لما بذورها تنشف، زهورها تنشف واخد منها بذور. ده النعناع، مش عارفه الظاهر بذور النعناع بقى، يعني هي بتبقى حاجة صغيرة جدا جدا جدا. فدي ظهورها هي، وساعة ما فتحت العلبة الريحة قلبت المكان. هنا بقى بتبقى فيها بذور سودا صغننة جدا ناعمة قوي، هناخد منها ونزرعها ان شاء الله. دي النعناع، برضو هنا سجادة، نوع من انواع السجادة. ودي برضو طبعا هما شكلهم كلهم اصلا شبه بعض، حتى الزهور بتاعتهم. لا دي بقى مش سجادة، دي ريحان، بس ريحان اللي هو ورقته الصغننة اللي بيقولوا عليه الحبق. فان شاء الله الثلاثة دول برضو هنزرعهم. اول حاجة بقى احنا هنا هنعملها ان انا هجيب مثلا قصيص كده واملاه، والتربة دي الاول هخلطها كويس جدا وهعبي القصص وارجع لكم تاني. قلبت هنا التربة كويس قوي، الرمل مع البتموس قلبتهم كويس جدا، ومليت كذا قصيص. القصيص ده صغنن، والقصيص ده وده. نسيت اقول لكم ان انا هنا كمان جايبه بذور جزانية، قطيفة، وكحوان،
خروع. الخروع نفسي ازرعه من زمان، مش متأكدة برضو هيبقى ازاي، فاول مرة هجربه هشوف معاكم. شغلت هنا عندي مكوة اللحام عشان هخرم الكوبايتين دول، وهقول لكم دلوقتي هعمل بيهم ايه. اول حاجة هعملها ان انا هجيب الكوبايتين دول هخرمهم. كده اكون خلصت تخريم الكوبايات. لازم اقفلها عشان بس بيبقى معايا ساعات كتير ولادي، فعلشان محدش منهم يتأذى. دلوقتي هنا انا معايا الصين، حطيت بس فيهم تربة حبة صغيرين بس كده تحت. ليه بقى؟ انا شفت طريقة بصراحة عجبتني وحبيت ان انا اجربها معاكم. انا بعد ما خرمت الكوباية كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، هحطها في القصيص على التربة اللي انا حطيتها، وبعد كده هكمل القصيص ده تربة. طيب هنا خلاص انا مليت القصاصين دول وحطيت جواهم الكوبايتين المتخرمين دول. تمام، هسقي. هحط هنا ميه، طبعا الرشاش القمر ده انا وريتهولكوا قبل كده، ولو حد محتاج منه يكلمني خالص. هجيب ميه لحد ما التربه كلها تتشرب، وممكن كمان احط كده حلو بقى الري بالقطع الرفيعة دي، بحيث انت لو عايزة او انت عاوز تسقي مكان معين، مش عايز الزرع كلها تتبل او يجي جواها مية، حلوة جدا جدا جدا. بس كده خلاص انا سقيت التربة، وكمان المية الزيادة نزلت. هنا بقى حابة ازرع عايزة ازرع النعناع وعايزة ازرع الريحان. ليه بقى انا فضلت احط لهم دول؟ علشان الريحان والنعناع بينشفوا بسرعة وبيحتاجوا طول الوقت يبقى فيه مية وما يعطشوش، فانا هحاول ازرع الريحان والنعناع في القصصين دول.